السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ تعالوا النهاردة معانا حاجة جميلة قوي وسهلة ولذيذة، بتتعمل بره غالية. احنا هنعملها في البيت ان شاء الله بأقل التكاليف على قد ما نقدر، بس خليكم معايا وان شاء الله اكلتنا هتعجبكم قوي قوي. النهاردة هنعمل ستيك اللحمة بطريقة جميلة قوي بصوص الدمجلاس. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ايه يا ماما ساجد صوص الدمجلاس ده؟ ايه الكلام الغريب ده؟ في ناس طبعا ما تعرفوش وممكن تكون اول مره تسمع عنه. تعالوا هقول لكم ايه هو صوص الدمجلاس الخطير اللي بجد بيخلي طعم اللحمه معاكي تحفه. انا هنا معايا قطعه كده من اللحمه ستيك. انت ما بتجيبيها عند جزار او حتى بتجيبيها مجمده، بتجيبيها اللي هي الشرايح اللي هي يعني بتستوي معاكي على طول. تجيبيها من عند جزار، بتقولي له يا حته اعملها بفتيك، يا يعني ليها انتركوت، ليها كذا اسم، يا حته من السن. الحتت دي هي اللي تستوي معاكي بسرعه على النار. خلاص، وبيقطعها لك شرايح كده زي ما انت شايفه، وبيدقلك كمان عليها بالمدق. خلاص، المهم جبتها شطفتها شطفه بس لان اللحمه طبعا ما بتتنقعش، وهحط عليها حبه ملح، حبه فلفل، حبه بابريكا. اللي شايف ان الملح بيأخر السوى براحته ما يحطش الملح دلوقتي، مع ان يا جماعه والله انا مجربه الموضوع ده كذا مره، الملح ما بيأخرش سوى. هي لو اللحمه كبيره هتغيب معاكي على النار، مش كبيره هتستوي معاكي بسرعه. بدليل ان احنا بنعمل الشاورما بتاعه اللحمه ما بتاخدش معانا وقت، وبنبقى حاطين بهاراتها كلها. فيعني وبرده براحتك اللي انت عايزاه. طب اخر حاجه انا حطيتها ايه؟ حطيت ربع معلقه من بهارات اللحمه او من السبع بهارات، ولو مش عندك مفيش برضو مشكله. خلاص، تبلتهم اهو زي ما انتوا شايفين كده. بخليها تشرب بس من البهارات اللي انا حطيتها، بهاراتها بسيطه جدا مفيش حاجه خالص. وهسيبها بقى على جنب كده تتشرب من البهارات دي. أكلة لذيذة وجميلة ويعني تغيير. وعايزة أقولك إنك ممكن تحفظي الفيديو ده عندك، إن شاء الله ينفعك للعيد، العيد الكبير بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله كلنا بنبقى عندنا لحمة في العيد إن شاء الله. فبإذن الله ينفعك الفيديو دوت بطريقة حلوة قوي، هيعجبكم جدا وطعم. يعني عايزه اقول لكم ان هي الطريقه فيها كده طعم حلو قوي، وخاصه صوص الدمجلاس اللي ممكن في ناس كتيره ما تعرفوش. الصوص ده يا جماعه بيجي من عند العطار عادي ومش غالي ولا حاجه، هي عباره عن بودره بتيجي بس، وبتقولي له عايزه بودره صوص الدمجلاس. طيب ما لقيتش عند العطار، لان هو ده بيبقى موجود عند عطارين، بس عطارين اللي هي يعني كبيره شويه، اللي عندهم جميع انواع التوابل. ما لقيتوش، ممكن تلاقيه باكيتات شركات كتيرة منزلاه، ومش غالي برضو خالص خالص. تمام كده. طب جبت كام فص توم؟ انا جايبه هنا 4 عشان دول صغيرين، لو انت عندك 2 كبار ممكن يبقوا 2. بفتحهم كده بالسكينه، بتك عليهم كده بالسكينه من فوق، عايزه بس ايه يطلعوا الريحه معايا والعصاره اللي جواهم دي. تمام، مش هدقهم ولا هخرطهم ولا حاجه. خليكي بس معايا لاخر الفيديو، اكلتنا هتعجبك قوي وحاجه جميله جدا جدا. في ناس بيبقى عندها مثلا قطعه لحمه كده ومحتاره مش عارفه تعمل بيها ايه. طب انا كل مره هعملها بفتيك، طب انا عملتها قبل كده، طب عايزه اعمل حاجه جديده. فدي بجد اكله من الاكلات الجميله اللي هتعجبك باذن الله. خلاص، عملنا الثوم زي ما قلت لكم وحطيته كده على جنب في الطبق، وانا سايباها معايا عشان تتشرب من البهارات اللي انا حطيتها الخفيفه. وعايزه اقول لك حاجه، البابريكا لو مدخنه كمان بتدي طعم خطير، مش مدخنه برضو مش مشكله، حطي برضو حبه صغيره. وزي ما قلت لك بهارات اللحمه او السبع بهارات، لو موجوده حطي ربع معلقه، مش موجوده مفيش مشكله. وكميه اللحمه دي بقى ترجع لك انتي، نص كيلو، كيلو، اكتر، حتتين، قطعتين، بس براحتك. واي كميه انتي عايزه تعمليها هتعمليها. جبت كوبايه الا ربع من الميه، ودي بودره الدمجلاس. بصوا، بودره عاديه خالص زي اي بهارات، بتحطيها في الميه، وممكن تحطي كوبايه ميه كامله. بتحطيها في الميه وبتدوبيها كده بالمعلقه عادي خالص، بتدوب معاكي. ده صوص بصراحه جميل قوي، بيدي طعم وبيدي قوام وبيدي لون حلو. خلاص،
انت حتى لو جبتيه باكت هتشوفي الرسمة عليها اللحمة والصوص عليها، يعني كشكل كمان من غير ما تعمليه، يعني هتحسي ان ده فعلا مدي شكل حلو قوي للحوم، غير بقى طعمه، غير القوام بتاعه. انا هنا كنت حاطه الصينيه دي او طاسه على النار، وكنت حاطه فيها زبده، معلقه زبده وحبه زيت صغيرين، بس لقيت نفسي كنت لسه ما خلصتش حاجه بعملها، فطفيت عليها ودلوقتي ولعت عليها تاني معاكم. فاللي كانت سايحه دي اكتريتها طبعا زبده معلقه كامله وحبه زيت صغيرين، ورجعت حطيت حته زبده تاني بس عشان اوريها لكم، لان دي معتمده على الزبده اكتر من الزيت. الزيت انا بحطه بس عشان الزبده معايا ما تتحرقش، زبده او سمنه لو حطيتيها لوحدها هتتحرق، فبتحطي حبه زيت صغيرين. ادي الثوم بتاعي بحطه كده، ما بيتحرقش معاكي ما تخافيش، بس هيطلع ريحه حلوه وهيدي طعم حلو قوي للحمه. خلاص، وبفرد كده قطع اللحمه زي ما انت شايفه. تمام، بتعمليها في صينيه، بتعمليها في الجريل، بتعمليها في طاسه، براحتك. الريحه هنا بدات تطلع بقى، ريحه الثوم بتظهر معايا، ريحه جميله قوي. وبحاول احط الكميه كلها في طاسه واحده او في صينيه واحده، عشان ما يعني ما ترجعش تبرد تاني، الزبده ما تبردش معايا تاني. لكن لو انت عندك الحاجه اللي تعملي فيها صغيره مش مشكله، اعمليها على مرتين. اهو بحاول كده ان انا احطها كده جنب بعض. الدهون دي كمان بتسيح معاكي وتدي طعم حلو قوي بجد، بتخلي الطعم خطير مع الزبده اللي انت حطاها. تعمل في لحمة بلدي، في لحمة مجمدة، براحتك، ما تقيديش نفسك. هي بتفرق بس في قطعة اللحمة اللي هي لازم تكون بتستوي بسرعة على النار. وزي ما قلت لكم الانتركوت او البفتيك او اللهم صل على النبي، انتركوت، بفتيك، هما دول يعني اللي بيستووا بسرعة، ما بتاخدش على النار. اللي احنا بنعمل منها الشاورما، يعني لما بنيجي نعمل شاورما بتجيبي من البفتيك عشان تقدري تقطعيها، فاهماني، تقطعيها وما بتاخدش معاكي سوا خالص. لكن لو طب انت عايزه اقول حاجه برضو تاني، طب نفرض ان حد عنده قطعه لحمه بس ممكن هتاخد معاه يعني سوا شويه، يعمل ايه؟ على قد ما تقدري ترفعيها وتدقي عليها بالمدق بحيث ان هي ترفع معاكي قوي. دي اول خطوه ليها. وتاني خطوه هقولك تعملي ايه، عشان برضو في ممكن حد يقول لي طيب ما انا كده هتقيد، لازم اشتريها زي ما انتي بتقولي يا بفتيك يا حته من السن يا حته. لا، برضو ممكن من اي قطعه كده حلوه تكوني انتي جايباها، بس بتغيب شويه، مش بتغيب قوي، مش اللي بتقعد ساعات على النار، لا بس بتغيب معايا شويه. هتقطعيها، هترفعيها خالص وتدقي عليها، وهقولك تاني خطوه هتعملي معاها ايه عشان تستوي معاكي. هنا انا سايباها معليه عليها النار، بحاول ان هي ما خليهاش تنزل اكبر كميه من الميه، عشان السوائل بتاعتها لو نزلت كلها هي هتنشف معايا، وانا مش عايزاها ناشفه، انا عايزاها تبقى جوسي من جوه وطريه وحلوه، لان انا لسه هديها لون. بقلب كده عشان اديها بقى كده من الناحيتين يعني. فانت ما تعليش النار في الخطوه دي كلها كده، ما تعليش النار تماما، زي ما انت بتحبسي السوائل على قد ما تقدري جواها عشان تديكي طعم حلو وتبقى جوسي كده وطريه معاكي. اهو بتقلبي كده. تمام، بصوا هي نزلت ميه بس مش كل كميه الميه هي بتفتقدها وبترجع تشربها تاني. بصوا هنا حمرتها بقى شويه كمان عشان تاخد لون حلو، وبقلبها على الوش التاني. الريحه بجد جميله، يعني فصية الثوم اللي بتحطيهم دول بجد بيخلوا ريحتها في حته تانية خالص، مع البهارات البسيطه اللي انت حطاها لها. تمام، بديها برضو لون كده من الوش التاني. خليكي معايا ان شاء الله لاخر الفيديو، سهله. اللي عايزه اقول لكم الوصفه دي
ما بتخلاش يعني العيد ما بيخلاش من غيرها بقى عندنا، واكترية الناس بيحبوا الطريقة دي. وفي ناس بتعملها من غير صوص الدمجلاس، بس دي حاجة اضافية بتديها طعم، وبتديها زي ما قلت لكم شكل وطعم والقوام بتاعها بيبقى حلو قوي، وهتشوفوه معايا دلوقتي. خلاص خدت من الوش التاني برضو لون، بطلعها كده في طبق. هنا بقى الثوم خلاص شكرا، مش عايزين منه حاجة، احنا خدنا فايدته، خدنا طعمه، خدنا ريحته، بطلعه بقى خلاص مش عايزاه يعني. تمام كده. بصوا المية اللي نزلتها شربتها، الدهون شربتها، فكل ده بيخليها معاكي جوسي كده وطعمها حلو. طيب الستيك العادي اللي متعارف عليه في المطاعم وفي اي حتة ممكن تاكليه بره، بيبقى من غير بصل خلاص. بس انا بحب اضيف بصلايه كده جوانح، بتبقى بصراحه طعمها حلو، طعم البصلايه نفسها بيبقى حلو. فانت لو مش حابه الخطوه دي ما تحطيهوش خلاص، هتحطي من الخطوه اللي بعد كده هقولك تعملي ايه. انا هنا خرطت بصلايه جوانح ونزلتها في نفس الطاسه، اخدت لون كده خفيف معايا، ونزلت بيها باللحمه عليها تاني اهي، بقلبها كده. انت هنا بقى لو مش عايزه البصل هتنزلي باللحمه تاني، او مش هتشيليها بقى اصلا، هتشيلي بس من حواليها الثوم وتنزلي بصوص الدمجلاس عليها. صوص الدمجلاس قلبته تاني لان هو انا ركنته شويه فبيرقط تحت كده في الكوبايه، فبتقلبيه تاني وتنزلي بيه. تمام. لونه بيبقى معايا جميل، لون البني، وعلى فكره بيتقل معاكي شويه، وممكن تحطيه في كوبايه ميه كامله، مش شرط كوبايه الا ربع، وبتسيبيها بقى على النار. مش هتاخد سوا معاكي لو احنا قلنا من قطع اللحمه اللي احنا قلناها. طيب يا ماما الساجد انت قلت لنا لو اللحمه هتاخد سوا هعمل ايه؟ هتحطي كوبايه ميه من غير صوص الدمجلاس دي احنا سايبينه على جنب، حطي كوبايه ميه وغطي عليها ووطي وسيبيها تستوي على مهلها. تفضلي تحطي حبه ميه حبه بحبه لغايه ما تحسيها ان هي استوت. تمام. بعد كده تحطي بقى الكوبايه اللي فيها صوص الدمجلاس، ما تحطيش صوص الدمجلاس كتير على النار، هو يا دوبك بعد ما تحطيه 5 دقايق 7 دقايق كده يتشرب بقى كده، اللحمه تتشرب منه بس كده، بيطلع خطير، طعمه جميل. وبصوا الشكل بجد تحفه، جميل جدا. اللي مجربوش يجربه، وزي ما قلت لكم مش غالي خالص خالص، ما تقلقيش. يعني عايزه اقول لك الباكو بتاعه ممكن 10 جنيه 12 جنيه حاجه زي كده، وبيقعد عندك فتره بتعملي بيه كذا مره يعني، وبتعمل بيه حاجات تانية ان شاء الله نبقى نعملها مع بعض برضو خلاص. ولو من عند العطار براحتك، ممكن تجيبي برضو ب10 جنيه وتشيليهم عندك، هينفع قوي. خلاص انا هنا بقى نزلت الصوص بتاعنا ده والبصله، لان عايزه اقول لك انا البصل ده يعني انا متعوده بحطه، احنا البصل بيتاكل قبل اللحمه من جماله، من الصوص بتاعه بجد بيبقى خطير. شفتوا اللحمه استوت معايا ازاي؟ انا بجربها لكم اهي قدامكم، بس هي عشان سخنه انا ماسكاها ايه بطراطيف صوابعي، بس هي طبعا استوت لان زي ما قلت لكم قطعيه اللحمه. ودي كنت عامله سلطه، خدت شويه كده منهم بوريهم لكم، عليها بصل كده مع الاكله دي بتبقى حلوه قوي. هنا بقى ممكن تعملي جنبه رز ابيض، والصوص دوت بتحطي على الرز بيبقى خطير. ممكن تعملي شويه مكرونه، ممكن بطاطس محمره بتبقى جميله جدا جدا، ممكن كده وشويه سلطه جنبه يعني براحتك. بصوا الصوص وجماله، بصوا الصوص البني الخطير ده من الدمجلاس اللي انا قلتلك عليه. يا رب يجي العيد كده ونكونوا في أتم صحة كلنا، والأمة الإسلامية كلها بخير. الحاجات دي في العيد بتبقى جميلة قوي قوي. هنا أنا جبت بقى لقمة وحبيت إن أنا أوريها لكم بس كده أجربها معاكم، وبحط عليها شوية سلطة كده. بصي ممكن تحطي حبة طحينة لو حابة طحينة، أي صوصات بقى انتوا بتحبوها ممكن تحطوها جنبها، بتبقى جميلة. يعني الولاد ساعات بيحطوا باربيكيو، ساعات بيحطوا تومية، براحتك، دي حاجة ترجع لك. انا عن نفسي لا، هو شوية السلطة كده بيبقى جميل جدا. وده قرن فلفل، ده سبايسي بس مش قوي يعني،
بيتاكل كده جنبها للي بيحب بقى، لعشاق الفلفل يعني، اللي بيحبوا ياكلوه ني كده جنب ساندوتش، جنب اي تغميسه بتغمسيها، بيدي طعم حلو برضو قوي. الاكل ده يا جماعه مزاج يعني بجد، بسم الله ما شاء الله. بس برضو يعني نحاول ما نزودش من الحاجات دي قوي عشان العيش، لان العيش هنا الاكلات دي بتسحب جامد يعني. بس الف هنا على قلوبكم ان شاء الله، تعملوه باذن الله وهيعجبكم بجد، على ضمانتي ان شاء الله. حاجه كده جميله وطعمه وريحه ولون وطعم. وعايزين نقوله بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. يا رب زيد وبارك، وربنا كده ايه يحسن ما بين ايديكم وايدينا يا رب، ونعمل مع بعض كل جديد وكل حلو. ومش شرط ان احنا يعني مثلا زي صوص الديمجلاس دوت، في ناس كتيرة تعرفه، في ناس لسه ما تعرفوش، في ناس اول مرة هتسمع عنه. بس بتبقى اضافات كده حلوة، وبتدي الاكلة بتاعتك طعم جميل جدا جدا. بصي حتة اللحمة زي الزبدة، ما تحسيش بقى ان هي ناشفه معاكي ولا تشدي ولا لا 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 لا، زبده معاكي. وقلتلك ان هو لو اللحمه بتغيب شويه معاكي تعملي ايه؟ تحطي حبه الميه وتوطي عليها في الوقت ده بقى، خلاص احنا حبسنا السوائل جواه، توطي عليها وتسيبيها بقى تستوي معاكي. وبعد كده الديمجلاس، الميه اللي بقول عليها دي بتبقى بعد تحمير اللحمه. تمام، سهلة وبسيطة، وإن شاء الله هتعملوا كل حاجة، مفيش حاجة هتوقفنا. زي ما بيقولوا المصريين دايما بيعملوا بالفسيخ شربات. كل حاجة حلوة إن شاء الله نعملها. وألف هنا، وما تنسونيش في اللايك يا جماعة، واللي ما دخلش القناة يدخل يشرفني بجد. أنا سعيدة قوي بالناس الجديدة. ربنا يديمكم يا رب في حياتي، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.